على اكتر من موقع ان النادي الاهلي خلاص بيستقر على ان جوزيه جوميز هو اللي يمسك النادي الاهلي. واحد من الناس ضد حاجه زي دي خالص. يعني ايه جوزيه جوميز هو اللي يمسك النادي الاهلي؟ معلش، انت لو هتجيبه لا يبقى خلاص يا باشا، يعني كمل بعماد النحاس واحنا راضيين. انت ما تجيبوش، معلش هنجيبه على اساس ايه؟ عمل ايه مع نادي الزمالك؟ كسبك كذا ماتش. طب ما تيجي نشوف الماتشات كده اللي كسبك فيها. ماتش الدوري اللي كسبك فيه 2-1 في اخر دقيقه، الجون جاي ازاي؟ مش شايف يعني ان الجون جه من هجمه ولا من حاجه او من تكتيك هو عامله؟ بالعكس، الجون الكوره جايه مش عارف مين من دفاع الاهلي بيطلعها، جت لسيف الدين الجزيري شاط جول. ماتش السوبر الافريقي انت اصلا ما كنتش موجود في الملعب، وهم على قد ما هم كانوا احسن مننا جدا في الماتش دوت، ومع ذلك كسبونا ضربات جزاء. بعديها ماتش السوبر المصري واحنا اللي كسبنا ضربات جزاء. يعني لولا عواد يوميها كان زمان الزمالك شال كتير. مش ده اللي انت تجيبه بالسكواد اللي عندك ده وتلعبه؟ ما ينفعش، ان داخل كاس عالم. انت عارف يعني ايه كاس عالم؟ انت هتلاعب كل مدارس الكوره اللي انت ممكن تتخيلها، امريكا اللاتينيه وكل حاجه. طب اول ماتش هتلاعب فريق ميسي، يعني تاني ماتش عندك بالميراس، بعد كده بنفيكا. ايه الاسامي اللي انت هتلاعبها؟ راح تجيب لي جوزيه جوميز؟ ما ينفعش. انت يا تجيب اسم تقيل يا تكمل بعماد النحاس وانت وحظك وزي ما تيجي. بالله عليكم بلاش نفتي، عشان ده بيجي على دماغ النادي في الاخر.